عليكم. معكم كارس ياسين. في هذا الفيديو غنجاوبوا على السؤال: واش ضروري يكون عندي بيرمي بي باش نحصل على شهادة القيادة الرافعة الشوكية كاساس؟ خاصك تعرف بأن الرافعة الشوكية هي عبارة عن آلة مثل أي آلة أخرى، وكتخد شهادة القيادة ديالها من مركز تكوين. وبزاف ديال الناس فاش كيشوفوا التدريب ديالها بحال التدريب على السيارة في أحد الأماكن كيظنوها بحال السيارة، لكن هي آلة عادية يمكن لأي شخص يتعلم لها بالممارسة والتدريب. ما عندها حتى علاقة واش عندك رخصة سياقة السيارة ولا لا، يعني أي شخص يقدر يسوقها. وبالنسبة للشركات ما كيسولوش على واش عندك رخصة سياقة السيارة ولا لا، حيت السيارة والكلاك ما عندهم حتى علاقة. اللي كيهم الشركات هو واش كتعرف تسوق مزيان وعندك التقنيات والمهارات وتكون عندك شهادة الكفاءة للقيادة الآمنة كاساس. هذا كل شيء. وكذلك مركز تكوين ما كيتطلبش مستوى دراسي، خاص غير تكون فوق 18 سنة وكتوفر عندك البطاقة الوطنية، ويمكن لك تقضي بعض الساعات في مركز التكوين وتحصل على شهادة كاساس. هذا كل شيء. كنتمنى تكون وصلت المعلومة، وما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشارك في القناة اللي مازال مشتركتيش، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.